اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زي السفود. من بقى اللي لسه عماله بتقلي في القرنبيط او لسه بتعمله في البشاميل، تعالى اقولك على طريقه بسيطه جدا هتشوحيه وهتدمنيه وولادك هيطلبوه كل يوم. انا عندي كده قرنبيطه نقول متوسطه، ممكن اخد منها جزء خلاص، ولا حابه تستخدميها كلها براحتك خالص. وتعالوا نشوف كده، هقطعها حتت صغيره ونشوف هنعمل ايه، ولا هنسلق ولا هنتعب ولا بصي، ولا تسلقي ولا تحمري ولا تقلي ولا الزيت يخلص. كفايه الزيت غالي نار اصلا. تعالوا نشوف بقى طريقه صحيه جدا هنعمله وطعمه تحفه جدا. يلا نبدا، بسم الله ونصلي على الرسول. ادي قطعتها يا جماعه، باخد بقى اللي هي اللي بتبقى الحته اللي من فوق دي، باخدها. عايزه اقول لكم بخللها بتبقى طعمها جميل جدا، مفيش مشكله. وعندي لتر من الطماطم، وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه، هنشوحه ازاي. بصوا كده، انا جبت عندي، لازم تكوني مجهزه حاجتك. جبت عندي بصلايه كبيره، وعندي قرن فلفل حامي او عادي براحتك، وعندي هنا ده كزبره مع مين، مع شبت، يعني نقول ايه، يعني مش نص حزمه، جزء كده من حزمه خلاص. وعندي ملح وعندي كمون وعندي كزبره وعندي فلفل اسود ومعلقه من حبهان وورق لورا وقرنفل، وعندي كمان معلقه من بابريكا. بس كده يا ست الكل. اقول بقى الكلام الجميل ده، عايزه ريحه الفلفل تطلع مع ريحه الشبت والكزبره، مش عايزه اقول لك الريحه كمان قد ايه مع البهارات. انا محتاجه ان هو ايه، اخد ريحه الكلام ده كله مع بعض. خدت بالكم ان انا مقطعه قطع صغيره، وابدا انزل بقى بالقرنبيط القمر بتاعي ده. يعني عايزه اقول لك انا جايباها ب15 جنيه، حلوه يعني، حلوه بقى. خدت منها جزء اهو، ممكن جزء تاني اعمل فيه اكله تانية، حتى تكتري الكميه براحتك برضه. بس خدتوا بالكم انا ولا سلقته ولا طلعت من الكلام. انا يا جماعه مش بسلقه، انا مجرد انها هديله تشويحه مع الكلام الجميل ده. اشوحه بقى كويس ونشوف هنعمل. شايفين لونه غير ازاي ولا ريحته؟ مش قادره اقول لكم، الله بجد ريحه البهارات مع الكزبره ايوه. حتى بقى دلوقتي ان انا انزل بالطماطم بتاعتي. بس بقى لو عندك لحمه، لو عندك لحمه بقى تحطيها معاها، بصي بيبقى طعمه خطير خطير. ما عندكيش لحمه زي كده مفيش مشكله. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هسيبه يدوبك يغلي غلوه. انا هحط له بقى الملح والكمون والكزبره وكل الحركات تمام. هحط له بس رشه بسيطه من السكر عشان الحموضه، رشه بسيطه يعني نص معلقه، واسيبه بقى كده. بصوا بقى الخضره كمان قمر. هسيبه يغلي غلوه واحده، بعد كده هدي النار عليه لحد ما يستوي معانا، وهنشوفه دلوقتي عامل ازاي. وبألف هنا وشفا. وادي الصينيه بتاعتنا القمر لسه اهو شايلها من على النار. حطي عليها بقى رشه برضو من الكزبره والشبت كده اول ما تطلع، وبألف هنا وشفا. بصوا الجمال، شايفين متسبكه ازاي، وطبعا مستويه اتهرى خلاص. بصوا كده، بس البخار يطلع، بصي كده بس عشان ايه، شايفين اتهرى خالص يا جماعه. بصوا كده الواحده عامله ازاي، صدقوني بالصوص ده الاحمر طعمها مختلف تماما على اللي بنعمله بالبشاميل وعلى التاني اللي بنقليه. وهجيب لكم برضو وصفات تانية ليه، بجد فيه قيمة غذائية فظيعة. بصوا فظيعة يا جماعة، فظيعة. بصوا اتهرى ازاي كل مدى ومدى، بصي هتسيبيه يتهري. روعة يا جماعة، اتمنى انتوا تجربوا الطريقة دي. وحطينا طبعا فيه بصل وحطينا توم وحطينا خضرة، بجد بجد خطير جدا. وقرن الفلفل فارق معاه جامد. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة زبيب سفود، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.